السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يجري في القاهرة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. امتلاء سدود عن سبب المياه. زراعة القمح بالزراعة المزدوجة تشير إلى نتائج مبشرة. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الشي بشأن المعادن وخفض الرسوم الجمركية. روسيا تعلن اختبار توربيد نووي، وترامب يوجه بالبدء في اختبار أسلحة نووية. الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار عن كوبا رغم الضغوط الأمريكية. وصل الرئيس إسياس أفورقي إلى العاصمة المصرية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، حيث استقبله في مطار القاهرة الدولي وزير المجالس النيابية المصرية السيد محمد فوزي عبد الباري، وعدد من المسؤولين وطاقم السفارة الإريترية بجمهورية مصر العربية. واستقبله بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى الجانبان جلسة مباحثات مشتركة ركزت على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تناول الرئيسان قضايا منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر عامة والأوضاع في السودان والصومال، وأكدا على أهمية تضافر الجهود والرؤية المشتركة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار البلدان والمنطقة. وفي اللقاء أكد الرئيس إسياس موقف إريتريا الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز أزمته الحالية والحفاظ على وحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد المشكلة. من جانبها أكد الرئيس السيسي التزام مصر بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها وتحقيق السلام والأمن في السودان والصومال والمنطقة، وأهمية العمل المشترك لدول حوض البحر الأحمر بالاستفادة من ثرواته والحفاظ على أمنه واستقراره. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصري في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي. وكان الرئيس إسياس أفورقي قد توجه إلى مصر صباح اليوم في زيارة عمل لتلبية للدعوة الرسمية من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير والالتقاء بمختلف المسؤولين المصريين. أعلن مسؤول قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد قبر مسقل تولى أن سدود الإقليم امتلأت وخزنت مياه كافية من المياه نتيجة هطول جيد للأمطار في موسم الخريف في الإقليم. وقال أن الأمطار الخريف تأخرت في البداية لكنها هطلت بغزارة في شهري أغسطس وسبتمبر، وذكر بناء أكثر من 30 سدا خلال السنوات الخمسة الماضية، مضيفا أنه يجري بناء سدين في منطقة أنكوبيت في مديرية حلحل وبيتا في مديرية قلب هذا العام. وأوضح أنه استنادا إلى التقرير الزراعي للعام 2025 فإن نحو 3000 هكتار من الأراضي تروى بمياه الآبار والأنهر، مشيرا إلى أن المزارعين في مناطق السدود يقومون بتنمية حوالي 1000 متر مكعب من الأراضي لكل منهم لتحقيق هدف الغذاء الآمن والمغذي للجميع في كل مكان. وأضاف أن السدود تلعب دورا هاما في التنمية الزراعية والأمن الغذائي بشكل عام. تبين الجولة التفقدية التي يجرت في مزارع ضاحية قحوطة بأسمرة اليوم 30 من أكتوبر بمناسبة يوم المزارع إن زراعة القمح بالزراعة المزدوجة تثمر بشكل جيد. وأفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي بالإقليم السيد أسرت هايلي في كلمته أن وزارة الزراعة تقوم بجدية على توسيع برنامج الزراعة المصقرة الهادف لرفع الإنتاجية وبتحديد وتوزيع البذور المختارة، وأن المزارعين المميزين يشاركون في البرنامج بفعالية. وأوضح خبراء تنمية البذور أن المزارعين قاموا بتنمية بذور القمح المختارة على مساحة 200 هكتار العام الماضي، وحصلوا على إنتاجية تتراوح ما بين 45 إلى 80 كنتالا من كل هكتار، مشيرين إلى أن الهدف هو ضمان الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والتوقف من استيرادها من خارج البلاد.
وذكر أحد المزارعين المتميزين السيد كحسيف السهاسين أنه كان يحصل على 23 كنتانا من بذور القمح لكل نصف هكتار، وأن هذا المعدل ارتفع إلى 43 كنتالا عندما بدأ بالزراعة المزدوجة. وأضاف مدير عام قسم الإرشاد الزراعي السيد سمراء منصوم ومدير عام قسم القانون والرقابة السيد تخلاب مسجنان عملية تنمية البذور المختارة تسير بشكل جيد، لكن هناك نقص في البذور المختارة كل عام، وأن بالرغم من ذلك مع اعتدال فصل الصيف والممطر هذا العام فمن المتوقع أن يتم العلاج من خلال تحسين الإيرادات. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع سويسرا مؤتمره السادس في برن يوم 25 من أكتوبر. أدار المؤتمر الذي حضره ممثلون عن 19 فرعا رئيسة الاتحاد فرع أوروبا السيدة نيغستي سجاي ومسؤولة التنظيم السيدة خديجة محمد. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا والممثل الدائم للحكومة الإريترية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية السيد هبتم زرعاي أن المرأة الإريترية تمكنت من تقوية التنظيم وتعزيز الوعي، وساهمت بدور كبير في انتصار النضال التحرري والدفاع عن السيادة والمساهمة في إعمار البلاد. وأشاد بدور المرأة في سويسرا ومساهمتها في المراحل السابقة، كما أعرب عن ثقته الراسخة بإصدار المؤتمر قرارات تعزز جهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجالية الإريترية في الخارج. من جانبها قدمت رئيسة فرع أوروبا السيدة نيغستي سجاي توضيحا للمؤتمرات. بالإضافة إلى ذلك قدمت رئيسة فرع سويسرا السيدة ترحاس تولي تقريرا سلط الضوء على مزايا وتحديات السنوات السبعة الماضية. وبعد مناقشة التقارير انتخبت المندوبات لجنة تنفيذية لمدة 3 سنوات والمصادقة على العديد من التوصيات والمقترحات. وعقد مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولي يوهانس سيمينارا في المؤتمر بعنوان دور القيادة في نجاح عمل الاتحاد. من جهة أخرى نظم مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في القنصلية العامة لإريتريا في فرانكفورت السيد عامي هايلي سيمينارا للإريتريين المقيمين في كازلاوتر حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة. وأعرب المشاركون عن استعدادهم للتنفيذ الكامل للبرامج الوطنية، وتعهدوا بالمساهمة في إنجاح مشروع مدرسة أفامبو الداخلية. في غضون ذلك تبرع مواطنون مقيمون في ألمانيا بأكثر من 44,300 يورو لأسر الشهداء عبر منظماتهم تحت شعار الأمانة بالعمل. وبناء على ذلك تبرعت اللجنة الوطنية في شتوتغارت والمناطق المحيطة بها ب 5,879 يورو، والجالية الإريترية في دشميت والمناطق المحيطة بها ب 5,040 يورو، واللجنة الوطنية في ميونخ ب 2,500 يورو. المقيمون في مدينة كولون والمناطق المحيطة بها ب 1,742 يورو، واللجنة الوطنية في فورتبال ب 2,500 يورو، والجالية في فيتبورغ ب 150 يورو، والجالية في فيسدان ب 540 يورو، الجالية في كاسل ب 1,300 يورو، واللجنة الوطنية في فرانكفورت ب 1,200 12,440 يورو، واللجنة الوطنية في دوسلوف ب 1,800 يورو، واللجنة الوطنية في محافظة فيتبورغ ب 935، واللجنة الوطنية في فول بمبلغ 1,910 يورو. كما تبرع سيد برهي يوهانس وزوجته لؤلسيوم بمبلغ 1,000 يورو. وتبرع جمعية أوروتا عرارب لإنقاذ الحياة بمبلغ 6,565 يورو لتنمية أمانة صندوق الشهداء. وعلى نحو مماثل تبرع الإريتريون المقيمون في باريس ونانت والليون الفرنسية بمبلغ 3,625 يورو لصندوق أمانة الشهداء. نظمت حملة تطعيم للمواشي في مديرية شامبوكو للوقاية من الأمراض الباطنية والجلدية وعلاجها. وأفاد فرع زراعة تطعيم 40,000 رأس من الأبقار و70,000 رأس من الأغنام والماعز و2,000 كلب في 16 إدارة ضاحية. وقال الخبير البيطري الشاب روبي الهبتاي أن الحملة التي جريت بين فصلي الخريف والشتاء هدفت حماية الماشية من الأمراض المختلفة والكلاب من داء الكلب. من جانبهم أكد أصحاب المواشي على أن التطعيم له أهمية كبيرة لضمان صحة مواشيهم. ودعا الخبراء في هذا المجال إلى العمل الجاد لرفع وعي المزارعين والرعاة بشأن تطعيم الحيوانات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل في الاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى اتفاق قابل للتجديد لمدة عام بشأن توريد المعادن النادرة الحيوية. وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع العناصر الأرضية النادرة وهذا يهم العالم أجمع، مشيرا إلى أن الاتفاق يستمر لمدة عام وسيعاود التفاوض عليه سنويا. كما صرح بأنه تم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية من 57% إلى 47% لمنع تهريب مخدر الفيتنول إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. من جهته رد الرئيس الصيني على نظيره الأمريكي قائلا أنه رغم أن بلديهما لا يتفقان دائما في وجهات النظر فإن عليهما أن يسعيان لأن يكون شريكين وصديقين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا اختبرت بنجاح توربيد نووي فائق القدرة من طراز بوشدوين. ويصف المسؤولون الأمريكيون والروس التوربيد بوشدوين بأنه فئة جديدة من الأسلحة الانتقائية القادرة على إحداث أمواج مشعة في المحيطات لجعل المدن الساحلية غير صالحة للسكان. وكان بوتين قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي الاختبار النهائي للناجح لصاروخ كروز جديد يعمل بدفع النووي يحمل اسم بورسفيتنيك المجنح النووي، والذي وصفه بأنه غير محدود المدى وقادر على تخطي كل أنظمة الاعتراض تقريبا، وذلك في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية فورا من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها الدول الأخرى: وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحة نووية على قدم المساواة، مشيرا لأن الاختبارات ستستأنف فورا. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عن كوبا رغم الضغوط ممارستها الولايات المتحدة التي تزعم أن 5000 كوبي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وجرى اعتماد القرار بأغلبية 165 صوتا من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وامتنعت 12 دولة من التصويت، بينما اعترضت 7 دول أخرى. إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الأرجنتين والميجر ومقدونيا الشمالية وباراغواي وأوكرانيا بالانضمام إليها وإلى إسرائيل في التصويت ضد القرار. وقال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز أمام الجمعية العامة قبل إجراء التصويت أن الحصار هو سياسة عقاب جماعي، أنه ينتهك حقوق شعب كوبا بشكل صارخ وواسع النطاق ومنهجي، ولا يفرق بين القطاعات الاجتماعية والجهات الفاعلة الاقتصادية. كوبا لن تستسلم. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن حركة طالبان وافقت على نقل السجناء الإيرانيين من أفغانستان إلى إيران. وقال كاظم قريب أبادي أن القائمة التفصيلية لهؤلاء السجناء ستسلم قريبا إلى السفارة الإيرانية لتسهيل نقلهم الفوري إلى إيران وفقا لتفاهم الطرفين. ولم تكشف بعد تفاصيل عدد السجناء الإيرانيين المحتجزين في أفغانستان. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتفاق يشمل أيضا استئناف نقل السجناء الأفغان المؤهلين من السجون الإيرانية إلى أفغانستان لقضاء محكوميهم بالتهم وفق الاتفاقات السابقة والتعاون المتبادل بين الطرفين. عناوين النشر مرة أخرى: الرئيس السياسي أفورقي يجري في القاهرة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. امتلاء سدود عن سباب المياه. زراعة القمح بالزراعة المزدوجة تشير إلى نتائج مبشرة. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع شي جين بينغ بشأن المعادن وخفض الرسوم الجمركية. روسيا تعلن اختبار توربيد نووي وترامب يوجه بالبدء في اختبار أسلحة نووية. الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار عن كوبا رغم الضغوط الأمريكية.
وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.